السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، مش هتصدقوا المقولة اللي أنا هقولها لكم، يعني شيء لا يصدق. خليك معايا واسمعوا. إيه هو اللي مش هيتصدق؟ طبعا مش هتصدقوني إذا قلت لكم إن إحنا جميعا بنعيش حياة أكتر بذخ من حياة كسرى الروم طبعا، وقيصر الروم، وكمان فرعون مصر. دي الحقيقة، وهقول لكم ليه. خليك معايا برضو للآخر عشان تعرف ليه احنا بنعيش أكثر بذخ من كسرى، ومن إمبراطور فارس وقيصر الروم وفرعون مصر. شوف فرعون مصر كان يقول أنا ربكم الأعلى والأنهار تجري من تحتي. ده كان يقول كده من العظمة اللي هو حاسس نفسه فيها. احنا حاليا في الظروف اللي احنا فيها دي بنعيش أكتر بذخ وبطر وكده من الناس دي، المماليك دي، إلا من رحم ربي طبعا. أقصى مكان فرعون مصر يعني يقتنيه من وسائل النقل كان إيه؟ عربة كر يجرها حصان. وإحنا دلوقتي عندنا اللي عنده سيارة ويركب قطار ويحجز في مقعد وفي طيارة كمان. يعني طرف. هل المماليك دول كانوا عندهم سيارة عربية كده بدركسيون وتفر في الهواء وتطير وتعمل فيه؟ كان قطار تحجز له مقعد لوحدك كده، والقطار فيه حمام وفيه بياعين وفيه الكلام دي وفيه يعني الحاجات اللي انت تحتاجها في سفرك. كان في طيارة وقتها. طبعا احنا دلوقتي بنعيشوا اكتر بذخ من المماليك دول. امبراطور فارس كان لما يضيء القصر بتاعه كله كانوا بيضيئوا بيه بالشموع والجناديل اللي هي كانت تضاء بالزيت. دلوقتي احنا بنضيء بيوتنا بالكهرباء. مفيش بيت دلوقتي ما فيهوش كهرباء، ومفيش اوضه من اوضك اللي ما فيها لمبه واتنين. آه، قيصر الروم كان لما يشرب كان يجيب له السقه ميه، كان يشيل له السقه الجربي ويحطها على كتفه ويشرب منه ويفضها له في الزير. كانت الزير او الاباريق. واحنا دلوقتي بنشرب ميه نظيفه ومعقمه وبالفلاتر وميه معدنيه، ويعني وحاجه مترفه على الاخر. الامبراطوريات دول كان اغلبهم كان عندهم يعني لما يجوا عندهم طرف وعايزين يترفهوا والكلام ده كان يعملوا ايه؟ كان عند اكبر واحد فيهم او اغنى واحد فيهم كان عنده اراجوز. الاراجوز ده كان يعني يتنطط قدامه قال ويتشقلب ويعمل حاجات زي كده. دلوقتي يعني احنا يعني عندنا دلوقتي التلفزيون والموبايلات واليوتيوب والنت والجوجل وكل متطرفات الدنيا. شوف قارن انت بس المماليك اللي كانوا عايشين ازاي واحنا كنا عايشين ازاي. لويس الرابع كان عنده طباخ يقدم له اكبر اصناف الاصناف، ويجيب له الحاجات اللي هي ايه من المطابخ الفرنسية. دلوقتي احنا تحت بيتنا بالظبط، تحت كل بيت في الشارع بتاعنا، في اول الشارع في مطعم فرنسي ومطعم صيني ومطعم الماني ومصنع مخللات ومعلبات وحلويات وما اشبه من ده كله. لما احنا دلوقتي يكون في ايام الحر، كان في ايام المماليك دول كان اعظم ملك فيهم واحسن القصور واللي عايشين فيها كانوا ريش مراوح ريش النعام اتنين، واحد ماسك واحدة واحد ماسكة واحدة وبس على الملك وحده وهو اللي يهوى عليه. الخدم والعبيد كانوا يهووا على الملك بريش نعام. دلوقتي احنا عندنا ايه؟ مكيفات بقى، وعندنا مراوح وتدوس عليها كده بالزرار تدوس تلقى الشقة كلها اتكيفت، الأوضة كلها اتكيفت. دلوقتي انت امبراطور، وكل الأباطرة والملوك دي لا يساووا في النعيم اللي انت فيه دلوقتي أي شيء بالنسبة للي احنا فيه دلوقتي. الحمد لله. طبعا الإنسان يقول الحمد لله على كل شيء. طبعا احنا بنقول هم كانوا عايشين فين واحنا كنا عايشين فين. يعني سبحان الله يعني. لكن احنا دلوقتي يعني على ما أظن إن احنا أباطرة، بس غلب علينا الطمع. تعساء برغم النعم اللي احنا فيه. بنشكي رغم النعيم والراحة والصحة اللي احنا فيه. لو في شوية فقر شوية بنشكي، وشوية تعب شوية نشكي، لو في شوية أزمة شوية نشكي، والدنيا تتقلب ما تتعدل. يعني احنا يعني غلب علينا الطمع.
اللي عنده سيارة لا ما بيستمتعش بيها عشان في واحد عنده سيارتين أو عربيتين، يبكي على حاله لأن جاره يمتلك بيت وهو ما يمتلكش بيت، وعنده بيت يموت من الحقد والغيرة عشان اللي جنبه عنده بيتين وعنده عقارين والكلام دي. اللي عنده زوجة جميلة وحلوة وبتطيعه في الله سبحانه وتعالى يدور على المحرمات، يدور على الشيء الحرام. إذا عندك شيء حلال وجميل ونظيف وانت يعني على متناول يدك تدور على الحرام. يسرق بعضنا بعض ويقتل بعضنا بعض، وفي ناس اللي ما رحم ربي اللي هم بيعملوا القنابل الذرية ويشعلوا النار في بيوت الناس ونصرخوا على في التواصل الاجتماعي ونحطموا البيوت ونحطموا المصانع ونسمموا أفكار الطلبة في الجامعات ونعملوا مظاهرات في المصانع. الحقد والحسد عمرهم ما يجتمعوا مع بعض. الحقد والحسد ما يجتمعوش مع العدالة أبدا. لا، الحقد والحسد مش فين لو انت عايز عدالة، عايز مستوى رفيع، عايز عيشة حقيقية، شيل الحقد والحسد من حياتك. إذا ارتفع راتبك ضعفيا يعني وخلاص عندك بسم الله ما شاء الله يعني ما يكفيك كده تصور وتحتج على اللي عنده راتب وكده أكتر منك. يعني سبحان الله، يعني إحنا وصلنا لدرجة لا يمكن حد يتخيلها. إحنا كلنا عايشين أباطرة في حياتنا، لكن قدمنا زي مدينة وتأخرنا في الحضارة. صدق الله حين قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. لازم الإنسان يعيش بالرضا والقناعة بما قسمه الله له، عشان ما يقباش شايف نفسه أقل من أي حد تاني. يعني شوف النعم اللي انت فيه، لو دورت على السنين اللي فاتت تحت المماليك والأباطرة والملوك اللي هي كانت قيصر وهرقل وكسرى وفرعون مصر والناس دي، انت عايش أحسن منهم حاليا. يعني كل شيء متاح قدامك، صح في شوية غلب، شوية في شوية تعب، شوية في شوية عذاب، شوية في يتعدي ونقول الحمد لله، نحمد ربنا على ما ادهولنا ربنا. شوف احنا فين، يعني عندنا امكانيات حلوة وعندنا امكانيات جميلة، والحمد لله. طول ما الانسان في صحة يقول الحمد لله، طول ما الانسان في لسان ذاكر ويقول الحمد لله. كلمة الحمد لله عايزة 1000 سنة انك تحمد ربنا على انك انت قدرت تقول الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى ما بظلمش حد، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا بيدي كل إنسان 24 قراط بتوعه، مفيش حد ناقص من حد. لو سويت الغني اللي راكب عربية وعنده فيلا وعربية، ولو جبت واحد فقير مش لاقي ياكل وكده وجبت ده جنب ده، تلقوم ده واخد 24 قراط بتوعه وده واخد ال 24 قراط بتوعه. يمكن الفقير اللي مش لاقي ياكل ديته وبيعاني من الفقر ومن كده عنده صحة، عنده أولاد، عنده زوجي، بينام الليل، بينام من أول الليل لحد الصبح، ما فيش حد قلقه، ما فيش مرض منغص حياته، ما فيش ديون، ما فيش بتاع إلا ما رحم ربي. أما اللي ساكن في فيلا ومعاه عربية وبتاع، تلقاه ما بينامش الليل، يا إما أمراض، يا إما فلوس، يا إما ديون، يا إما بورصة، يا إما ناس متربصة له، يعني سبحان الله. ربنا بيدي كل إنسان اللي ليه بالظبط في الدنيا. ربنا ما بيقصرش حق حد أبدا. والحمد لله رب العالمين. يا رب تكون المقولة دي البسيطة اللي إحنا ما حدش فينا هيصدقها، إن إحنا عايشين أحسن من الأباطرة والمماليك. يا رب تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسيش تدعميني بلايك، شير الفيديو، تشترك في القناة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.